انا عملت 10000 جنيه بفضل الله في 8 ايام بس، من غير حتى ما اكون لا ديزاينر محترف ولا حتى من غير ما اعمل الشغل بايدي الا بتعديلات بسيطه قوي. كل اللي استخدمته اداه اسمها مانوس. وخليني كده اقول لك القصه من اولها. خد بالك لو انت فريلانسر او حتى لسه بتبتدي، غالبا انت بتضيع وقت كبير جدا عشان تسلم شغل كويس، سواء كنت بتكتب بروبوزلز او برزنتيشنز او اي تاسك العملاء بيطلبوها منك. وعشان اخوك بيحبك وبيهتم بيك، فانا هوريك في الفيديو ده ايه هي اداه مانوس، ازاي تعرف تكتب برزنتيشن بشكل احترافي، وازاي تعرف تعمل هاي كواليتي ورك، شغل بجودة عالية جدا. لان لو انت عرفت مانوس هتعرف ازاي تستخدمه في شغل حقيقي، وازاي ممكن تعمل نفس اللي انا عملته، وهعلمك ازاي تعرف تعمل نفس اللي انا عملته بالظبط من غير حتى ما تضيع وقت او تهري كتير في ادوات اي اي تانية. طب ايه هو مانوس؟ بص بقى، قبل ما احكي لك القصة لازم تفهم حاجة مهمة جدا جدا جدا. انك تعمل لايك للفيديو ده هيفرق معايا جدا. ولو الناس عاوزة كورس كامل في البرومبت اي اي، انا هعلمك مانوس، كلود. اسالني اي سؤال ليه علاقه بالاي اي وانا هعمل سلسله كامله فيه تشرح لك كل الادوات ديت. بس اللايك بتاعك مهم جدا عشان اخوك يتحمس ونكمل مع بعض. اوكي، لو انت دلوقتي عاوز تعمل اي برزنتيشن، في مثال انا خدت فيديو من على الانترنت لواحد بيشرح بروسيس او اجراءات معينه للشركه بتاعته. يعني ايه بروسيس؟ يعني الشخص ده عاوز يعمل مجموعه من الاجراءات لما العميل بتاعه يخش عنده في الشركه، تبتدي انت بقى كواحد جوه الشركه تعرف تتعامل مع العميل ده ازاي. يعني مثلا كمثال، لو انت راجل فيديو اديتور شغال في شركه سوشيال ميديا ماركتنج مثلا، انت كشركه لازم يبقى عندك مجموعه من الاجراءات بتنفذها للعميل عشان تعرف تنفذ له الخدمه المقدمه منك انت كصاحب شركه. دي بنسميها SOP او بروسيس او مجموعه من الاجراءات. طيب العميل ده او الفيديو ده انا هوريك مدى قوه مانوس، وازاي اصلا انك تعرف تعمل برزنتيشن زي كده. في البرزنتيشن ديت زي ما انتم شايفين، انا كل اللي عملته ان انا دخلت على مانوس، وده كان الانبوت او البرومبت اللي انا كتبته. بس عاوزكم الاول تشوفوا، وانتوا طبعا في الفيديوهات هتلاقوا تو برزنتيشنز، واحده في اخر الفيديو، ودي بصراحه حاسس ان شكلها احلى من اللي في اخر الفيديو، فحبيت تشوفوا مدى الكفاءه بتاعت مانوس. دخلت المانوس قلت له انا عاوز 3 حاجات. العميل ده بيحاول يعمل بروسيس للتيم بتاعه لما يجي شخص جديد داخل في الشركه دي. عاوز اعرفه انا كشركه ايه الاجراءات بتاعتي، يخش على تولز اسمها ايه، ساعات العمل من الساعه كام للساعه كام، مين الاداره، مين حسن مين، والشخص اللي تحتيه مين، لحد اللي بيعمل قهوه وشاي في الشركه. فطبعا اكيد مش لحد ما حد بيعمل قهوه وشاي، بس عامه كمثال توضيحي مش اكتر يعني. anyways، فهنا انا خدت الفيديو ترجمته حرفيا على مانوس، وطلبت من مانوس كالاتي. بس الاول بصوا كده على شكل البرزنتيشن عامله ازاي. هنا مثلا بيديك الورك فلو بتاع الشركه نفسها، وهنا بيديك ايه الادوات اللي الشركه بتستخدمها، وهنا مثلا بيديك زي سيت اب كده هم بيعملوه بشكل معين. كل دوت انا واخده من على الفيديو بتاع اليوتيوب ومترجمه وحولته لبرزنتيشن. ده اكزامبل عن مدى قوه مانوس، لدرجه حتى قلت له الفيديو بتاع الراجل خد لي منه سكرين شوتس وهو بيشرح الفيديو وحطها لي في البرزنتيشن. وابتديت اخد المحتوى ده وطبقته بخطوات زي ما انتم شايفين مثلا هنا في الجزء ده، ازاي ان هو مثلا يعرف يعمل الاجراءات دي بشكل معين عشان تبقى واضحه. فانت قدامك الفيجوال اللي هو الراجل وهو بيتكلم، والخطوات هنا هو على الشمال. نفس القصه لحد الاخر خالص. زي ما انتم شايفين البرزنتيشن شكلها انيق جدا وشكلها شيك قوي. وتعبت فيها شويه عشان لحد ما اوصل للايديال شيب او الشكل النهائي بتاعها. طيب ازاي بقى ان انا وصلت للشكل ده؟ في مجموعة من الحاجات انت كراجل بتعمل برزنتيشن لازم تبقى عارفها، الا وهي حاجة اسمها الهوك. ده العنوان الطويل اللي انت بتكتبه للعميل بحيث اول ما يشوفه عينيه تتشد. انا من شغلي مع الاكزيكتيفز او مع معظم الشركات الكبيرة اللي انا بشتغل فيها، دايما الشخص صاحب الشركة لما بيقرا البرزنتيشن معاه بالظبط 30 ثانية عشان يبتدي ان هو يبص على العنوان. لو لقى ان العنوان في حاجه بتشده يبتدي يبص على بقيه البادي بتاع البرزنتيشن. طيب الهوك، وبعد كده بتكتب حاجه اسمها البادي. البادي بقى اللي هو المحتوى. اوكي، وهنا بقى اللعبه ازاي ما تقعدش تحط حشو وخلاص بتكتبه كل شويه. انت بتكتب يعني محتوى معين، نقط معينه، لو احتجت تشرح حاول تخلي الشرح بسيط. بس انت دايما لازم بتوزع البرزنتيشن من الهوك للبادي وحاجه اسمها الاكشن.
ايه الاكشن؟ الاكشن في الاخر، طب انت عامل لي الهوك ده عشان تقول لي ان انا عندي مشكله او عندي مثلا بروسيس معينه. البادي اللي هي الادوات اللي انت هتستخدمها عشان تعرف تشتغل عندي في الشركه. طب انا بقى كراجل شغال عندك محتاج اعمل ايه؟ والله مثلا محتاج اخش اشوف مثلا يوتيوب فيديو بيشرح الاداه ديت، او هتخش مثلا تقول لمستر حسن والله يا حسن انا شفت الاداه ديت فانا هنفذها دلوقتي. فلازم دايما البرزنتيشن بتاعتك تتقسم لثلاث اجزاء دول. طبعا البرومت بتاعك لو انت عندك شركه ماركتنج ايجنسي وعاوز تعمل اجراءات او بروسيس او اس او بي. الاس او بي عامه عشان تبقى انت برضه عارفين ستاندرد اوبريشن بروسيجرز، اللي هي الاجراءات بتاعت الشركه زي ما شرحت لكم قبل كده. فانت بتخش مثلا في البرومت دوت بتقول له والله انا عاوز اعمل اس او بي. طب الاس او بي ديت للشركه هتبقى شركه ايه؟ شركه مثلا ماركتنج ايجنسي. تمام. طيب حلو. هنيجي بعد كده، طب انت هدفك ايه من الاس او بي ده؟ هتقول لي مثلا مانوس انا محتاج شرح لاجراءات الشركه مثلا. اوكي. وهتيجي بعد كده هتقول له والله كمان، ومش كده وبس، كمان لو انت مثلا عندك فيديو انا عاوزك مثلا، ده مش لون حلو بصراحه، عاوزين نغير اللون. كت. اوكي، عاوزين مثلا نخلي لقطات من الفيديو وجنبيها خطوات شرح. تمام. خطوات شرح، خطي ما شاء الله هايل. اوكي. وفي الاخر هتعمل حاجه اسمها تشيك ليست، بحيث لما الشخص دوت يشوف البرزنتيشن هو شاف الهوك، شاف المحتوى، شاف الاكشن المطلوبه منه. وعندك كمان بوكس كده زي اللي انا وريته لكم ده كده اهو بالظبط. البوكس ده انت كراجل عشان تعرف تعمل لي الجزء ده محتاج تمشي على ستيب 1 2 3 4 5 اللي هي البوكس ده والبوكس ده والبوكس ده. تمام. اللي هو مثلا بالاخضر دوت والبنفسجي والايه والاخضر. فانت كده حطيت للشخص ده رساله مفهومه في البرزنتيشن هو يقدر ان هو يمشي عليها. والبرزنتيشن ليها بدايه وليها نهايه، عكس اي برزنتيشن تانية تروح داخل على كانفا يلا حط صور هنا ومش عارف واحد بيضحك واتنين بيسلموا على بعض وحاجه ملهاش اي لازمه خالص. وعاوز اقول لك ان مانوس بيعمل حاجات اقوى من كده واحسن من كده بكتير. ده البرومت دوت خد معايا تقريبا اكتر من نص ساعه او ساعه على ما قعدت اظبط كل شويه. فدوت ما كانش الشكل النهائي طبعا، عشان بس برضو ايه مش عاوز اطول عليكم في الشرح. دي حاجات انت ممكن تعملها بشكل بسيط جدا وتقدر انت تنفذ بيها برزنتيشن كويس، وتقدر انك تنفذ بيها برزنتيشن كويس. اتمنى الفيديو يكون فرق معاكم ونرجع نكمل بقيه الفيديو. انا عارف ان البرزنتيشن في الاخر مش تعجبكم، بس يا رب بدات تكون عجبتكم. سلام. في الاول لازم تفهم حاجه مهمه، مانوس مش زي اي اداه انت عارفها في الاي اي. يعني انت مثلا لو استخدمت تشات جي بي تي بتقول له اكتب لي افكار برزنتيشن، هيطلع لك افكار برزنتيشن بكل حاجه عشان تعرف تعمل برزنتيشن كويسه قوي. فتشات جي بي تي هيرد بكلام عليك اللي احنا كلنا عارفينه، ويقعد طبعا يطبل لك كل شويه. حلو، جميل. بس هل بقى الشغل ده جاهز يتسلم؟ لا. وصدقني دوت نابع بعد 15 برزنتيشن انا عملتهم وتشات جي بي تي فشل تماما في ده. لكن مانوس الموضوع مختلف خالص. مانوس بيشتغل كانه اسيستنت حرفيا، ممكن يعمل لك ويب سايتس، ممكن يعمل لك برزنتيشنز، وبيعمل بحث ومربوط باكتر ريسورسز حديثه، فعلى اساسها تعرف تجيب اكتر معلومات حديثه طبقا للوقت اللي انت طالبها فيه. يعني مثلا بدل ما يديك كلام هو حرفيا بيفهم المطلوب، بيرتب الافكار، بيعمل لك ترتيب او ستراكشر كامل للبرزنتيشن وبيديك بالظبط اللي انت بتدور عليه. وطبعا انت ممكن نفس البرومت اللي انا هديهولك في الفيديو دوت، اكتب لي بس برومت تحت هتشوف المنتج اللي بيطلع لك سواء من شات جي بي تي او مانوس. خلينا نديك مثال بسيط عشان تفهم حتى بسرعه اكتر شويه. لو العميل قال لك عاوز برزنتيشن لشركه، مع تشات جي بي تي هتفضل تساله خطوه بخطوه، ولكن مع مانوس ممكن من البرومت واحد يطلع لك اوتلاين كامل، يعني يطلع لك ستراكشر كامل للبرزنتيشن ويقسمها لك لسلايدز، وممكن كمان يعمل لك نسب انت ممكن تتحكم فيها كانك عامل اكسل شيت ربطه بالبرزنتيشن وبيديك بالظبط القيم اللي انت محتاجها. وما تقلقش انا هشرح لك ده كله بالتفصيل الممل دلوقتي. طب ليه دوت مهم ليك كفريلانسر؟ لان ببساطه انا شفت امثله للبرزنتيشنز كتير جدا، ولو في حاجه واحده انا اتعلمتها في 16 سنه شغل لشركات كبيره، البرزنتيشن لما انت بتعملها ليها فكر خاص. البرزنتيشن مش انك تعمل شويه سلايدز فيها صور حلوه وتكتب فيها الاجنده وتدي للعميل المخرجات بتاعته. الهيستوري او التاريخ بتاع البرزنتيشن يرجع لحاجات اهم من كده بكتير.
يجي حد يسالني حسن، هل مانوس هو الاداه الوحيده اللي احنا مستخدمها؟ مانوس مش مجاني، هو في الاول بيديك عدد معين من الكريدت وهو اكتر من كافي انك تجرب وتشوف المخرجات بتاعته. لكن لو انت استخدمت كلود، استخدمت مثلا اي حاجه تانية، هتلاقي ان هو شغال معاك عادي جدا وممكن تستخدم اي اداه انت محتاجها. ولكن انا بقول لك اللي انا بستخدمه والحاجه اللي عجبتني دي الاداه اللي انا حرفيا بشتغل عليها دلوقتي. السؤال بقى، هل مانوس مجاني؟ بص، مانوس بيديك كريدت ليميت معين 1500 كريدت تقريبا. البرزنتيشن الواحده من خبرتي لو 7 او 8 صفحات ممكن تخصم منك 200 او 250، فيبقى عندك متسع من الوقت اللي انت تجرب فيه. وطبعا هذا لا يعني ان اللي بيقدمه مانوس يبقى مختلف عن كلود او كده، ولكن انا عجبني مانوس جدا. بصراحه المخرجات لما انا قارنتها ببعض ما بين كلود ومانوس، لقيت ان مانوس احسن شويه في حته الديزاين. في ناس تقول لي طب هل محتاج ان انا اشتريه؟ لو انت جبت عميل وعجبك المخرجات بتاعته مع الوقت ممكن تستثمر في حاجه زي كده. غير كده لو عندك اي فري اوبشن ده مش هيوقفك انك تستخدم اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي. خليني احكي لك بالظبط القصه اللي حصلت معايا. خليني احكي لك اللي حصل معايا. انا كنت فاتح اب وورك والعميل دخل لي قال لي بص يا حسن، انا عندي شركه سوشيال ميديا ماركتنج وحابب ان انا اعمل برزنتيشن بشرح فيها للناس الممبرز او الموظفين اللي عندي الاجراءات بتاعه الشغل او البروسيس، او ازاي ان احنا بننفذ الشغل من خطوه 1 لحد خطوه 20 عشان تعرف تنفذ الشغل المطلوب منك. وتعالى بقى كده اشرح لك هنا اهو ايه الاسئله اللي انا سالتها للعميل، وجهز نفسك عشان تعرف تطلع من الدرس ده ببرزنتيشن فعلا من الاخر. كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى. زي ما انتم شايفين كده ديت الوجهه بتاعه مانوس. هتلاقي ان مانوس هنا اهو بيستخدم كذا حاجه. بيستخدم نانو بنانا برو، هتلاقي ان هو بيعمل شيتس، بيعمل ويب سايتس. فانت كمان ممكن تعمل عن طريق ويب سايتس قويه جدا او تشيك ليست. انا كنت عملتها قبل كده لحد من العملاء، بس انا مش عاوز ان انا الخبطك بشكل كبير جدا. هتلاقي هنا اهو دوس على نيو تاسك، وطبعا ديت الايجنتس، ولكن احنا عاوزين هنا اهو نيو تاسك. هتلاقي بيقول لك طب انت عاوز تعمل سلايدز، عاوز تبني ويب سايت، عاوز تديفلوب ديسكتوب ابس ديزاينز. هتلاقي ان في حاجات كتيره جدا. عاوز اقول لك كمان ان مانوس ممكن يساعدك انك توصله بالكمبيوتر بتاعك ويظبط لك الفولدرات حرفيا. بيدخل الفولدرات وبيرتبها لك لو انت مكسل تعمل حاجه زي كده. رهيب. تعالوا كده نحط البرومبت بتاعنا. احنا الاول هنختار او هندوس على create slides، وهيستخدم نانو بنانا برو. ودوت الانبوت او البرومبت اللي انا هحطه. act as a professional presentation creator. I have a client who needs a presentation. الموضوع تعالى مثلا نقول مثلا how to study AI in Arabic. الجمهور نقول مثلا freelancers. الهدف نقول مثلا educational، ان احنا هنعلم الفريلانسرز دول ازاي يعرفوا يستخدموا الاي اي. تمام. وممكن على فكره تكتب له كمان البرومبت بالعربي. بعد كده بتقول له ايه؟ create a 10 slide presentation with a clear structure, strong headlines, bullet points, visual or suggest visuals, make it client ready. تمام. اول ما هتدوس على زرار السند هياخد وقت شويه، هو تقريبا بس يعني بيطول حبتين كده. فهقول لك اول ما يخلص المخرجات بتاعتنا هتبقى عامله ازاي، لانها فعلا بتبقى قويه جدا. هنا انت بقى عندك البرزنتيشن موجوده وخلصت تقريبا في 5 دقائق. كمان انت ممكن تعرف تعدل على البرزنتيشن وتقول له ان انت تخلي البرزنتيشن، لان انا شايف ان فيها اخطاء موجوده بالعربي وبالانجلش، تقول والله انا عاوزك تخليها باللكنه العربيه او باللكنه المصريه او بالانجلش او بالفرنش على حسب العميل اللي انت بتتعامل معاه. فخد بالك انا كنت مثلا مع حد في استشاره وكنت بشرح له ازاي يستخدم مانوس، راح واخد الكونتنت كله وحذفه للعميل، والعميل اتضايق منه جدا. العميل مش بيدفع عشان خاطر الاداه، العميل بيدفع عشان خاطر النتيجه. لا فارق معاه انت بتستخدم ديب سيك ولا كلود ولا اي اي مثلا تشات جي بي تي ولا اي حاجه خالص. الفكره زي ما انت شايف كده، انا بخش على كل بيج من دول وبقعد اظبط المحتوى، اقول له مثلا مش عاجبني الديزاين اعمل لي كذا اعمل لي كذا. ودي كلها اسئله زي ما شرحت لك من شويه باخدها من العميل، عشان في الاخر خالص لما العميل يبص على البرزنتيشن ويلاقي بالظبط الشغل اللي انا محتاجه، مش حاجه رديئه معموله بالذكاء الاصطناعي، فيبقى انت كده باين التاتش بتاعتك. ودوت لحد النهارده الحاجه الوحيده اللي الاي اي مش هيعرف ان هو ياخدها منك، البيرسونال تاتش او الهيومن تاتش او اللمسه الانسانيه بتاعتك كبني ادم. ففي الاخر خالص لما بتبص على البرزنتيشن فانت لازم تسال نفسك سؤال: هل البرزنتيشن طالع احترافي؟ طب هل المعلومات ديت مترتبه؟ طب هل الرساله بجد وصلت؟ وهل العرض ده بيليق بالعميل؟ وهل ده فعلا شغل يساعدك
انك تحقق للعميل اهدافه. ومن هنا بفضل الله ان النتيجه كانت طلعت شغل محترم جدا. تقييم العميل اهو، خدت $150 في خلال 8 ايام بس، وكمان خدت $50 بونص لان انا عملت اكتر من 3 برزنتيشنز مع بعض، وكانت كل واحده فيهم مختلفه تماما عن الثانيه. العميل فعلا بجد كان مبسوط من الشغل. وبالنسبه للرقم نفسه انا عارف ان هو مش احسن حاجه، ولكن صدقني في عملاء بتدفع اكتر من كده بكتير جدا. فلحد النهارده شغل البرزنتيشنز مطلوب جدا. ولو انت عجبك الفيديو انا بشرح فيه مانوس، وعندك اي اداه تانية ممكن ان انا اساعدك فيها، سواء ازاي تعرف تكتب برومبت، اشرح لك كلود، اي حاجه تانية، اكتب لي في الكومنتس. وانا فخور بيه جدا ان انت وصلت لهذه المرحله في الفيديو. كان معاكم اخوكم حسن النحاس، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. انت لازم تصحى كل يوم تقول لنفسك انا بحبني، وانت راجل كفاءه وزي الفل. رايك ايه يا سباعي في الكتاب بتاع علي عبد الله؟ لا كويس جدا. من المعلومات اللي انت قلتها لنا عنه المثمره جدا. انت ما شاء الله يعني شبه خلصته، يعني انت بدات اول 10 صفحات فانت بقيت عارف. فانا مش عارف انت اتكلمت عن ايه، بس انا كنت بقول لك حلوه جدا. حابب اعلق ان انا اكتر حاجه عجباني في الكتاب ده جامد قوي، بيتكلم عن حاجات مفيده جدا، بس انا عجبني الالوان بتاعته وعجبني، لكن انا ما اعرفش ايه اللي جواه. انا حسن جايبه لانه هو ينفع في ديكور التصوير، يعني هو ملفت جدا للتصوير، والناس تقول ايوه بتاع الانتاجيه بقى والكلام الجامد دوت اللوكيشن ده. هو ده ده بحق وحقيقي فعلا. يعني انت مثلا ممكن تقول لي كواحد عنده 34 سنه جبت الكتاب دوت ليه؟ انا جبته عشان هو اللون بتاعه حلو بصراحه، مش اكتر من كده يعني.